ابويا جايب واحد يصلح التلاجة. الراجل من اول ما دخل طلب مني شاي، وبعدين قال لي شغل التكييف عشان مش بعرف اشتغل في الحر. يا حلاوة. بعدين خلاني اطلع من شنطة العدة بتاعته مفك. بعدين نزلت جبت له طقم ترموستات ورجعت. ده شغلك بلية ولا ايه؟ يعني هو جاي يصلح التلاجة، هو عمل ايه لغاية ما يصلح التلاجة. انت اللي بتعمل كل حاجة. عمل شاي وفتح له التكييف عشان ما بيعرفش يشتغل في الحر، وطلع له المفكات، ونزل اشترى علبة ترموستات من تحت وطلع. طيب بعدين حصل ايه تاني؟ ماشي. فعلبة الترموستات مش طلعت الترموستات مش نفس اللي هي قال لي عليها. اوكي. لما نزل اشترى الترموستات طلعت مش اللي هي قال عليها. اوكي. وقف. فضل يزعق لي ويقول لي انا ما احبش اقول كلامي مرتين. لما ابعتك تجيب لي حاجه بعد كده تبقى تركز وانت بتشتريها. هو ايه اللي بعد كده؟ هو انت خلاص، هو حبك. هياخدك معايا تشتغل بلية خلاص. هو ايه اللي بعد كده ده؟ لما اقول لك على حاجه تركز. وانت شغلتوني ولا انا مش فاهمه ولا ايه؟ الراجل يعني تقمص الدور قوي. ماشي. فانا ببص لابويا على اساس يديله كلمتين ويقول له انت بتكلمه ليه كده. لقيت ابويا بيقول له معلش طول بالك شويه، تلاقيه لسه بيتعلم. ده يعني ابوك دخل معاه في الحوار. ما بقتش عارف مين اللي شغال عند مين. لا حول ولا قوه الا بالله. الولد يا عيني هو تقريبا ابوه، او تقريبا الراجل كان بيعمل كده في بيته مع عياله، فجي عند بيت الناس عمل كده مع عيال يعني. بالظبط يعني هو بيصلح في بيته عنده نفس الكونسبت مع كل الاطفال اللي بيتعامل معاهم، فبتتعامل مع الولد. فالراجل يا عيني قال لك ده ساعه وهيمشي مش مشكله يعني نجري مش مشكله. يا جري في الكلام يعني. معلش لسه بيتعلم.